ما لا يدركه أعداء الداخل والخارج، بأن كل ما يجري يعكس فرحا في قلوب المؤمنين الصابرين المحتسبين، والذين يفهمون معنى جولات الباطل وبلوغ الغلو والجور والظلم حده الأعلى، وكذلك كل تلك الأحداث المتراكمة في جولات الباطل. نعم، لأن الحق لابد أن يأتي ويخمد هذا الباطل وينهيه وينهي دوره وينهي زمنه. نعم، أنتم اليوم يا أيها المتآمرون على لبنان، يا أصحاب المشاريع التقسيمية والتفتيتية والتدميرية، نعم، تبغون وتطمحون إلى الاستعمار وإلى سرقة مخدرات هذه البلاد وتلك المنطقة، وكذلك استعباد شعوبها ظنا منكم أنكم القادرون وأنكم متمكنون في تحقيق ذلك. كل ذلك هو تقدير من الله، هذا ما نفهمه نحن، ولا يمكن أن تفهموا ثقافتنا وعقيدتنا ورؤيتنا ومفاهيمنا. لذلك كل ما اشتدت وعصفت وذاقت، كلما كان الفرج قريب. نعم، هذا إيماننا بالله سبحانه وتعالى، إيماننا بالحق وبانتصاره ولو بعد حين. ومهما بلغتم ومهما تجبرتم ومهما تمكنتم، لن تستطيعوا هزيمة أهل الحق، لأنكم أنتم تمثلون الباطل بعينه وبكل أبعاده. لذلك نقول لكم دائما: حتما سننتصر.